السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة الشاعر والأديب عبد اللطيف السرار المغربي. قصيدتي بعنوان الملك ملكنا والصحراء صحراؤنا، بمناسبة المسيرة الخضراء المضفرة. لقد أعدت نشر قصيدتي الصحراء صحراؤنا في جميع المنتديات الدولية والعربية للتعريف بقضية وحدتنا الترابية الغنية عن التعريف، فالصحراء في قلوب ودم جميع المغاربة، ولن يحصد أعداء وحدتنا الترابية إلا ريح الأعاصير. أترككم مع القصيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الوطن الملك، سالت دماء آبائنا في أرض صحراء أجدادنا المغاربة الأبطال، وتزينت رمالها باللون الأحمر المصاني الحامل نفس فصيلة دمنا، وأصبحت كل حبة رمل تنادي يا مغربي. هذه الصحراء المغربية عادت مهابة مصانة حرة بعد طرد المستعمر الغاشم الجباني، بحكمة ملك عبقري الزمان، ذاك الحسن بن محمد المهاب، بعد أن أقسم والله ثم والله لن نتخلى عن حبة رمل من صحرائنا أرض الجدود. حين أبدع ذاك العبقري مسيرة خضراء معجزة الزمان، أذهلت الأعداء والأصدقاء. معجزة الزمان بدون حرب أو سلاح، شعارها الحكمة والسلام وكتاب الله. فهيا عد إلى رشدك أخي المغرب الصحراوي، وإياك ثم وإياك أن يغرر بك كل طامع حاقد، وبعدها يرميك في مزبلة التاريخ. أليس الحسن بن محمد القائل إن الوطن غفور رحيم؟ وها هو العهد يتجدد في عهد ملك همام محمد السادس، لم يجد بمثله الزمان والتاريخ. فتعالى وصل الرحم فوطنك غفور رحيم، لا يزال وسيزال بالأحضان يستقبلك، وبالروح والدم يفديك. ولن يحصد الطامعين والمشوشين على وحدتنا الترابية إلا الريح والأعاصير حين تقذف بهم، ويصبحون كأعزاز نخل خاوية. والصحراء صحراؤنا والملك محمد السادس ملكنا، فموتوا بغيظكم ما طال الزمان. السلام عليكم. شكرا لكم، شكرا لكم. حفظ الله ملكنا الهمام كما حفظ الذكر الحكيم، وأيده بنصره وتوفيقه، وشفاه من كل سقم، وأطال الله لنا في عمره. ربنا إنك سميع مجيب وعلى الاستجابة قدير. نعم خوتي المغاربة، هذا يوم تاريخي. احتفلوا بهذا النهار، ذكرى عزيزة على كل مغربي، وتبقى وستبقى في القلب وفي الوجدان، لأنه واحد الحدث اللي ماشي سهل. المسيرة الخضراء هو واحد الحدث اللي معجزة الزمان، بفكرة وعبقرية الملك محمد الحسن الثاني رحمه الله. يعني فكرة اللي دهلت العالم، اللي انبهر العالم بدون حرب أو حرب أو سلاح، حمل كتاب الله والقلوب الصافية، ودخلنا لأرضنا بحول الله وقوته. وصلنا الرحيم، والأعداء اللي تمنيناهم ما يكونوش أعداء المشوشين على الوحدة الترابية، أقول لهم لا تتعيوا راسكم. فالمغرب
المغرب شريف وسيبقى شريف وشعارنا السلام، ولكن ما غاديش نسمحوا ولو في حبة رمل، لأنه بلادنا هذيك وتبقى بلادنا، وما تعيوش راسكم. السلام عليكم ورحمة الله. كل مغربي فهو تيفتخر، كل مغربي فهو تيفتخر. الله، الوطن، الملك. السلام عليكم ورحمة الله.